اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده بقى هوريكم روتين لتوأم وتعبانه وحامل وبتحاول تجهز لرمضان. اول حاجه بنبدا بيها طبعا اللهم اني ابرئ نفسي من حولي وقوتي الى حولك وقوتك. ونبدا بقى اليوم وقبل ما نبدا اي حاجه نتاكد ان ربنا هو اللي بيعيننا يا جماعه وبيقومنا من مكاننا وبيدينا الطاقه اللي نقدر نعمل بيها اي حاجه. استعيني بالله وانت هتحسي بقوه جباره، يعني هتحسي مش انت اللي بتشتغل. يعني انا ببقى قايمه من النوم حاسه ان انا مش هعرف اعمل اي حاجه، يعني حاسه ان انا حرفيا ببقى مش قادره امشي. بس سبحان الله، يعني بستعين بالله وبقعد اقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وربنا بيقويني مش عشاني بس، عشان ولادي، عشان نعرف نعيش، عشان جوزي. ما ينفعش الواحد يفضل تعبان وقاعد يعني ترقدي كده وخلاص بقى انا تعبانه ومش عارفه ايه. لا، بنحاول يا جماعه، طول ما احنا عايشين بنحاول. حتى لو انا تعبانه، انتي الكسل نفسه بيجيب كسل، هتكسلي هت... هتفضلي كسلانه. لكن لما تتنشطي كده وتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان الكسل من الشيطان زي ما قلنا، فاحنا لازم نستعين بالله كده والنهارده هوريكم اول حاجه بدات بيها كانت مواعين. انا كان اليوم اللي قبله كنت غسله المواعين بالليل لان انا كنت تعبانه جدا، فكنت فاصله الصراحه بعد ما عملت الاكل وكده. فصحيت اول حاجه بدات بيها طبعا المواعين، لان هي اهم حاجه بالنسبه لي. لازم اول تكون المطبخ نظيف عشان اعرف ان انا اعمل حاجه في البيت، عشان اطبخ مثلا اعمل اكل للعيال. طول ما المطبخ وسخ بحس ان انا في حاجه مش طبيعيه، يعني في حاجه مش مظبوطه. لازم اغسل مواعين، ارتب مطبخي الاول، بحيث عوزتي تعملي اكل الولاد، تعملي اكل انت في اليوم، يبقى الموضوع سهل عليك. تنضفي تنظيفات رمضان مثلا كده. انا اول حاجه بدات بيها ان انا غسلت المواعين، وبعدين روقت الشقه. كانت طبعا بايظه من الولاد، لان هم طبعا مش بيخلوا حاجه في مكانها، ما شاء الله عليهم، كل حاجه بتبقى في الارض. يطلعوا الجزم من الجزامه، يخربوا بيسعوا فسادا في الارض. يعني فاحنا ايه، لازم اقوم برضه ايه ارتب الشقه عشان نفسيتي تبقى كويسه، عشان النظافه. بس انا عامه لما بلاقي الدنيا نظيفه بحس ان انا تمام، لكن لو الدنيا مش نظيفه بحس ان انا مش طبيعيه، يعني بيبقى فيها حاجه مش طبيعيه. فكده ايه، هشوف هوريكم مع بعض النهارده عملت ايه. وبعدين بدات بقى ايه تنظيفات رمضان. كانت حاجات بسيطه بس فرقت معايا خالص في المطبخ، وفرقت معايا في نفسيتي، يعني اهم حاجه نفسيتي. فان شاء الله كده ايه نشوف مع بعض النهارده روتين جميل ان شاء الله يحفزك تقومي وتتحركي وتعملي، وربنا يقوينا ويعيننا يا جماعه. والله احنا بنتعب، ربنا هيجازينا خير، ولازم نحتسب ان العمل اللي احنا بنعمله عشان نؤجر عليه. اهم حاجه ان احنا نؤجر على العمل، تعملي الحاجه وانت محتسبه، تشيلي ابنك او بنتك وتراعيهم، محتسب ان دي حاجه انت مش بتعملي كده وخلاص، لا انت بتعملي كده احتسابا. مثلا انا عن نفسي بحتسب ان من احياه، يعني في القران ايه بتقول من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا. فانا بالنسبه لي كده الطفل ده يعني نفس، فالمفروض ان انا هحييها، هاكلها، هشربها. النفس دي يعني هراعيها، غير ان طبعا هو ابنك فانت هتراعيه. فانا بحتسب كده دايما، سبحان الله. يعني ان شاء الله ربنا يأجرني ويكون احتسابي صح. وبعدين بقى ايه، زي ما قلت لك، هو رتبت السفرة دي. آه طبعا طول اليوم هي بتتبهدل، لان احنا بنحط عليها حاجات، بحط عليها البامبرز بتاع اللي بيبقى سهل بالنسبه لي ان انا طوله. مناديل دايما طبعا، وكانوا الولاد تعبانين، كنا جايبين جهاز بخار. فدايما بتبقى عليها حاجات كتير. يعني انا حاططها في المكان ده عشان اي حد بيدخل من الباب بيحط، لان هي جنب باب الشقه، اي حد بيدخل بيحط عليها. يعني جوزي بيجي من الشغل بيحط عليها الملفات بتاعته، بيحط عليها محفظته مفاتيحه. فهي دائما يعني على طول بتبقى كده. فبحاول ارتبها كل كام يوم كده. وكده بقى لمعتها بالبتاع دوت بتاع الازاز. وكان ده كيس دواء، اللي انا بنتمل فيه ده، لان هم كانوا فعلا تعبانين جدا، وكنا بنعمل لهم جلسات وكده. بس الحمد لله خفوا شويه اليومين دول، وربنا يشفي اولادنا جميعا يا رب. اللهم امين. ما تنسيش الشركه في القناه وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو.
وبعدين بقى ايه روقت الدنيا كده. ده كان منظر البيت طبعا. انا هنا كنت بوريكم، كنت هطبق البطانية معاكم، لان انا ساعات جوزي لما بياخد واحد بره ويطلع وانا بنام بواحد في اوضه النوم عشان ما يصحوش بعض، لان التوأم دايما واحد يصحى يزعق يصحي التاني، فاحنا بنبقى عاملين احتياطاتنا بقى. عشان كده كان في مخدة وغطا هنا. روقت بقى كده الشقة ترويقة بسيطة يعني، مش كنت بحاول انجز عشان افضى بقى للطبيخ وقبل ما العيال تصحى، لان انا بصحى قبلهم بساعة، يعني بحاول اصحى قبلهم بساعة بنص حتى لو نص ساعة بتفرق معايا. ما بقوم ساعة بدري عن الولاد والله بتفرق معايا، يعني بروق الدنيا وكده، وبغسل مواعيني لما كنتش غسلتها بالليل بغسلها، وبرتب الزريبة اللي هما طبعا عاملينها دي. كل حاجة بتبقى في كل حتة، ما فيش حتة حاجة في مكانها. لعب بقى وشباشب، وبيجيبوا من الجزمة ويرموا في الأرض، ويجيبوا من الدولاب، عندي الدولاب جرار، فبيفتحوا الدولاب ويجيبوا الهدوم ويطلعوها في الصالة، إسدالاتي وطرحي كل حاجة تلاقيها في الصالة. فبنحاول نرتب الدنيا دي على قد ما نقدر. انا حرفيا كل يوم لازم المنظر ده يبقى موجود، يعني حرفيا كأني مش بنظف يعني. حتى لو انا مثلا هنظف مثلا النهارده، فالمفروض يبقى ايه لحد ما يكون المنظر يعني حضاري عن كده، بس للاسف بقى برضه تبقى نفس المنظر كده، مع اني بحاول اشيل كل حاجه من قدامهم واقفل البيبان وسبحان الله بيخترعوا حاجات يجيبوها ويعدموا بها الدنيا. بس الحمد لله طبعا على نعمه العيال يا جماعه، والله ربنا يرزق كل مشتاق يا رب. انا لما اخرت في الحمل كنت بعيط كل يوم، بس بقى انا مسحتش انا كنست بس كده يعني، عشان الحق ايه طبعا انضف لرمضان، لان انا كده كده اصلا هفضل الشقه دي، انا الشقه دي ان شاء الله باذن الله يعني ناويه ان شاء الله اعمل فيها، بس انا مستنيه قبل رمضان ب اسبوع مثلا، عشان يعني زي ما انتوا شايفين كده المكان بيتبهدل، همسح الحيطان بقى، اغسل الحيطان واحوش الستاير وكده قبل ايه رمضان باسبوع، عشان حتى لما يدخل لنا رمضان ويحصل فيه عزومه ولا حاجه يبقى المكان لسه نضيف، ما يبقاش ايه متسخ ب- قوي يعني. انا كده يبقى بعد ما هرتب المطبخ هيبقى فاضل لي التلاجة، ويبقى فاضل لي الحيطان والشقة بقى ايه والستاير وكده والسلمة، حيطان المدخل يعني. ان شاء الله حاجات بسيطة يعني تتقضي بإذن الله. انت لو عندك طفل كده صغير زي سنة ونص سنتين، انت افضل حل عشان تعرفي تعملي تنجزي فيهم لو معكيش حد زي برضو، ان انت تصحى قبلهم بساعة مثلا، بتنجز معايا والله. يعني ايه اصل انا لو هبدأ مثلا في تنظيفات رمضان من غير ما اروق مثلا الشقة او اعمل طبيخي او اكلي، مش هينفع. ليه؟ هتلاقي عيال عايزة تاكل، جوزك عايز ياكل، مش عارفة ايه، فهتلاقي ايه الدنيا فوق دماغك. فانت لما تعملي الحاجات الاساسية اللي وراكي الاولويات يا جماعة، يعني احنا مثلا ايه ترويق الشقة، غسيل المواعين، اكل بيتي، تمام كله تمام، نبدأ بقى ايه في تنظيفات رمضان. لان بقى كنت بعمل طبعا الغدا، عملت كده ايه مكرونة بالصلصة عشان هم بيحبوها قوي، وعملت حواوشي. انا بقى كنت بسلق المكرونة وكنت بروح واجي، يعني كنت اضرب الطماطم واروح تاني ايه احط المكرونة بعدين اصفيها كده يعني. بحاول انجز عشان عايزة اخلص، عشان افضى بقى للتنظيفات اللي ورايا.
تنسيش تشترك في القناة وتفعلي زر الجرس واضغط لايك. اضغط لايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر ناس، عدد ممكن يعني. بالنسبة كنت بسبك الطماطم، وبعدين حطيت بعد ما السباكة حطيت المكرونة على طول. يعني كانت أكلة بسيطة لأن أنا كنت اليوم ده عايزة أعمل حق، يعني ألحق إن أنا أنضف البيت وأصور. خدته معايا اليوم من أوله بقى. بعدين طلعت الحواوشي حطيته في الرغيفة وكنت بعمله عشان نبدأ على طول في التنظيف كده بعد ما نتغدى وراء دماغي من العيال وابو العيال، عارفة اروق كده بقى. كنت خلصنا ودخلت بقى على نضرفة الخزين، بس طبعا مبهدلة عندي، حاطة فيها علب اللبن. ايوان كان اسمه اللبن والله انا كنت بجيب العيال من الصحة. كنت بنضفها بقى من الترابة والبتاع. المكان عندي ضيق فانا مش عارفه اصور اصلا كنت بنضف بالعافيه واصور بالعافيه، بس الحمد لله عرفت انضفها كويس يعني. مشكله المطبخ الالموتان اللي هو بيبقى لازق في الحيطه ده بيبقى مش حلو كده. بعد ما نضفتها جبت بقى شكارة الرز دي اللي احنا شايلينها من رمضان، وده كان المنظر طبعا في النص. وبعدين حطيت السكر، جبنا لفة سكر برضه عشان رمضان. ربنا يا رب يجي بالسلامة ان شاء الله وينعاد علينا بالخير يا رب. بحاول ما استخدمش منه كتير لحد ما يجي رمضان بقى، عشان بنعمل حلويات كتيرة في رمضان، مع انه والله عندي سكر حمل ومش هعرف اكل حلويات كتير. ودي المكرونة بقى، وده رز تاني من اكياس وملح. الضرفة دي ما كنتش مستغليها بقى، احط فيها منظمات كده، كنت جايباها من فترة وكنت ناسياها. احط بقى الاكياس اللي اتفتحت مش عارفة مش اي مكان عشان ما تتكلش. بس بقى كده والله بس فرقت معايا جدا يعني. الترتيبات دي فرقت معايا يعني. عايزه اقول لك انا حاسه براحه نفسيه قد ايه وما بدخل المطبخ، لان فعلا المطبخ بتاعي كان محتاج ان انا اروقه وكان متكركب. وخصوصا لما برضو لما خلصنا من البوتاجاز ونضيف فبرضو مرتاحه نفسيا اكتر. اول حاجه بدات بيها البوتاجاز الصراحه. دايما وانا بقى برضو زي ما قلت لك، دايما وانا بعمل شغل البيت يا بقول اذكار وبتيجي في بالي قصص من القرآن. سبحان الله يعني. فانا كانت في دماغي بقى قصة قصة بتاعة سورة الكهف، لان انا كان اليوم ده كان يوم خميس، يعني الفيديو ده اتعمل يوم الخميس وما عرفتش انزله، النت فصل فما نزلش غير هينزل تقريبا السبت كده. فسورة الكهف دي قعدت كده تفكر فيها. هي مش مجرد يعني، هي مش صورة، هي بتحكي لنا 4 قصص واتحطوا ورا بعض، وهم مش 4 قصص اتحطوا ورا بعض وخلاص كده، لا دي كأنها خريطة حياة كاملة. سبحان الله. ربنا بيقولك فيها الدنيا دي كلها اختبارات، كل واحد ليه اختبار بشكل معين ومختلف عن التاني، سواء بقى في دينك، مرة في دينك ومرة في فلوسك، مرة في علمك ومرة في قوتك. ولو فهمت الصورة صح الواحد هيعرف يعيش مطمن حتى لو حواليك فتن كتير. وكان اول اختبار اللي هو الدين، يعني اختبار في دينك. قصة الفتية، ان كان في شباب صغيرين عاشوا في زمن كان في ملك كان بيجبر الناس انهم يعبدوا اصنام، بيعبدوا غير ربنا يعني. وكل اللي خالف الملك ده يتعذب او يقتلوه. يعني الجو كله كان ضغط وخوف، مفيش حد ظاهر يعني كده يقول لا ده ظلم، ده ما ينفعش يتعمل، لا كان كل الناس منصاغة للملك ده. مع ذلك الشباب دول قالوا كلمة واضحة: احنا ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دونه إلها
يعني حسموا الموضوع خالص من جواهم الاول قبل ما يهربوا بجسمهم. ولما حسوا انهم ممكن يضعفوا او يفتنوا قرروا يسيبوا المكان كله واستغنوا عن كل حاجة عشان دينهم، عشان ربنا، مش علشان هم ضعاف لكن علشان يحافظوا على دينهم. وراحوا الكهف بقى اللي احنا عارفينه في الجبل، ومكان ضيق ومظلم. تخيلي هم هربوا مع انهم كانوا يقال ان هم كانوا اغنياء، يعني مش فقراء مثلا، لا كانوا ولاد. طب ويقال ان هم برضو كانوا ولاد ملوك. فسبحان الله يسيبوا كل الملك والعز اللي هم فيه ويروحوا مكان ضيق ومظلم بسيط، يعني بسبب ايه؟ ان في امان، عشان ما يفتنوش في دينهم. تخيل ان هم فضلوا دينهم عن الدنيا كلها وعن متع الدنيا. فسبحان الله كان ابتلاءهم صعب لان هم ما كانوش عاديين، يعني ده كانوا اغنياء. فتخيل هم كانوا عايشين في طرف وراحوا مكان مثلا كده ايه، مغلق او مكان مش عارفين هو فيه ايه اصلا، ممكن يطلع لهم ايه جوه. وقفوا في الكهف ده وقالوا الدعاء الجميل بتاعهم اللي ذكر في سورة الكهف: ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. كأنهم بيقولوا يا رب احنا مش شايفين الحل، بس انت شايفه، دبرها من عندك يا رب. وربنا سبحانه وتعالى استجاب، بس مش بطريقة عادية. يعني سبحان الله دي خلاها إعجاز أو معجزة، خلاهم يناموا نوم يعني عجيب جدا. 309 سنة، تخيلي 309 سنة ناموا، يعني أنا مش متخيلة الرقم يعني. والشمس بتميل عنهم علشان ما تحرقهمش، وهيئ لهم كل الموضوع عشان يعرفوا يناموا 309 سنة وهم زي ما هم. والهواء يدخل عليهم وجسمهم يتقلب عشان ما يحصل لهمش تلف. وكان كلبهم قاعد على الباب الكهف حارسهم. حتى الحيوان اللي صاحبهم ربنا كرمه انه يذكر في القرآن. 309 سنة عدت ودول نايمين، لا حاسين بزمن ولا بخوف ولا حاجة. ربنا حفظهم وأمنهم. لأن يا جماعة اللي تقريبا يعني أنا في آية قرأتها في القرآن بيقول لك أنزلنا عليهم من آمنة النعاسة، يعني إن النوم ده ما يجيلك في وقت انت بتكوني فيه في أزمة، ده أمان من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا حفظهم بطريقته. وبعدين صحيوا فجأة فاكرين انهم نام يوم او بعض يوم، وبعتوا واحد منهم يشتري اكل. طبعا اكيد قايمين جعانين، وبعتوا يشتروا اكل عشان هم لسه يعني هم نام يوم، يعني ايه المشكلة؟ وما استغربوش مثلا من شكلهم، ده دليل ان هم اصلا شكلهم ما اتغيرش. يعني 390 سنة الزمن يعني يعتبر توقف يعني المفروض 309 سنة مثلا ان البني ادم بيكبر في السن او ملامحه بتتغير. هم ما لاحظوش ان ملامحهم اتغيرت، يعني مهما كده ممكن نفهم ان هم فعلا ما اتغيروش اصلا. يعني الزمن فعلا توقف عليهم، هم ما ناموش، والزمن وقف عند ورجع بهم في زمن معين. فسبحان الله، يعني مثلا هم لما قاموا ما شافوش بعض مثلا، او شعرهم طول او ضوافرهم طول. ف 309 سنة يعني. فسبحان الله بعتوا يجيبوا طلع. ولما الواحد ده طلع المدينة اتصدم، شاف كل حاجة اتغيرت. الناس لبسها اتغير، كلامها اتغير، العملة اللي معاهم كانت قديمة جدا. ساعتها فهموا انهم بقوا آية للناس، يعني وان ربنا بيقول من خلالهم ان البعث حق، وان اللي يحافظ على دين ربنا بيحفظه ولو بعد حين. القصة دي بتقولك اوقات بتحس انك لوحدك، وان الالتزام بالدين يا جماعة في الزمن اللي احنا فيه ده، الالتزام بالدين بقى صعب جدا. والجو حواليكي مش مساعد حتى ان انت تثبتي على دينك. لكن لو سبت لحظة واحدة بس ممكن ربنا يغير لك الدنيا كلها عشانك. وبعد كده في نفس السورة سبحان الله ربنا بينقلنا لاختبار تاني خالص، اختبار المال. يعني كان في راجل ربنا اداله جنتين مليانين نخيل وأعناب وزرع ومية تجري في وسطهم كأنها جنة، يعني حاجة كده ما شاء الله، يعني نعمة كاملة من كل ناحية. وصاحبه كان أقل منه في المال لكنه غني، لكن أغنى منه في الإيمان. يعني غني في إيمانه. بدأ اللي هو عند الغني ده اللي معاه فلوس وعنده جنتين بقى، بدأ يتكبر وشاف نفسه ولا أكتر من كمالا وأعز نفرا. شايف إن جنته مستحيل تخرب، وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بل وشك في يوم القيامة نفسه. صاحبه المؤمن حاول يفكره ويقول له بهدوء كده، قال له أنت بتقول إيه؟
بتقول وانت داخل جنتك، ما قلت انت ليه ما وانت داخل جنتك دي او الجنتين دول ما قلتش ما شاء الله لا قوه الا بالله؟ ليه نسيت ان الفضل من ربنا؟ بس الغرور بتاع الراجل الغني ده كان مالي قلبه، وفي لحظة ربنا بعت على الجنتين إعصار أو آفة خلت كل حاجة تتهد. الأرض بقت صعيد زلق، يعني أرض ناشفة ما فيهاش زرع ولا خير. بيقلب كفيه من الندم، بس الندم جه بعد ما ضاعت النعمة. القصة دي بتخليكي تسألي نفسك، أنا بشكر ربنا فعلا على اللي عندي، ولا واخدها حق مكتسب؟ هل النعمة لا راحت مني هفضل راضية ولا هنهار؟ وبعدها ندخل على اختبار تالت، اختبار العلم. سيدنا موسى عليه السلام نبي كريم، لكن ربنا أراد يعلمه درس عظيم، إن مهما بلغت من العلم في علم تاني وفي ناس في أعلم منك سبحان الله، مع إنه نبي أهو، بس ربنا أراد إن هو يعلمه إن في ناس عندها علم أحسن منك أو أكتر منك، انت ما تعرفوش. فخلاه يقابل عبد صالح اسمه الخضر. سيدنا موسى عليه السلام قال له بأدب: هل أتبعك على أن تعلمنا مما علمت رشدا؟ يعني أنا جاي أتعلم منك. والخضر قال له: لا، مش هتقدر، يعني مش هتقدر تصبر، لأن اللي هتشوفه مش هيبقى منطقي بالنسبة لك، لأن انت في حاجات انت مش عارفها. قال له: إن شاء الله هكون صابر. وبدأت الرحلة وركبوا سفينة مع ناس طيبين جدا من غير مقابل. وفجأة الخضر عمل ايه؟ خرق السفينة. فسيدنا موسى عليه السلام استغرب جدا وقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. حاجة صعبة جدا تتقبلها، يعني فكرة ان انت ناس عملوا معاك خدمة وركبوك ببلاش وبتاع وانت تبوظهم السفينة، انت ايه يا عم؟ والخضر فكروا بالاتفاق اللي بينهم، قال له: انت هتيجي معايا بس تصبر، ما تحكمش على الامر من غير ما تفهم. وقال له: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وبعدين قابله غلام صغير، الخضر راحت له. موسى هنا طبعا انت قتلت طفل، هو يعني انت بتعمل ايه؟ ده طفل بريء ملوش ذنب. سيدنا موسى تألم اكتر وقال له: انت قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. يعني دي مصيبة اكبر من الاولى. وبعدين دخلوا قرية اهلها رفضوا يضيفوهم، يعني يوكلوهم او يشربوهم مع انهم كانوا جايين من سفر. ومع ذلك الخضر راح بنى جدار. يعني تخيل، يعني انت خرقت سفينة ناس، تمام، ضيفونا او ركبونا ببلاش، تمام، ورحت باني جدار في مدينة الناس مرضوش يوكلونا. ده انت بتعمل حاجات عكس بعضها تماما. مع ذلك الخضر بنى جدار كان هيقع من غير مقابل، يعني حتى هو ما خدش مقابل. انتوا جعانين دلوقتي، فالمفروض تاخد مقابل علشان ناكل حتى. موسى قال له: لو شئت لاتخذت عليه اجرا، يعني على الاقل ناخد تعبنا. وهنا الخضر قال له: خلاص، ده فراق بيني وبينك. وبدأ يكتشف الحقيقة. السفينة كانت لمساكين شغالين عليها، وكان في ملك ظالم بياخد كل سفينة سليمة غصب، فكان لازم يحصل فيها عيب بسيط علشان ينجو. وسبحان الله يا جماعة، يعني انتي سبحان الله، يعني انا سمعت كذا داعية او شيخ بيقولك يعني ممكن حياتك لولا العيب ده ما كانتش هتكمل، او لولا العيب ده هو ربنا حط فيها العيب ده عشان تكمل، عشان تعرفي تعيشيها. لولا العيب ده ما كانش يعني انت مثلا في حاجه منغص عليكي حياتك، سبحان الله، ممكن لو ما كانتش موجوده الحاجه دي كانت تحصل لك حاجه وحشه اكبر، يعني حاجه اكبر منها. سبحان الله، ربنا بيحط الحاجه كده عشان يحوش عنك حسد عين مش عارفه ايه كده يعني. وقال له كمان ان الغلام كده كان هيكبر وهيكون طاغية يؤذي ابويه المؤمنين، فربنا اراد يبدلهم خيرا منه زكاة واقرب رحمة. والجدار ده كان تحتيه كنز اليتيمين وابوهم كان صالح، فربنا حفظ الكنز لحد ما يكبروا. وهنا تفهمي ان في احداث في حياتنا تبقى مؤلمة، احنا مش فاهمين هو ليه يا رب بيحصل كده، بس بيبقى وراها حكمة كبيرة. يعني عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، يعني انت ممكن تكوني كارهة الحاجة دي، او الحاجة دي بالنسبة لك يا ربي يعني حرام، ليه بتعمل معايا كده؟ وهي سبحان الله ربنا انت مش شايفة فيها الخير. يعني انا عن نفسي الفترة دي بحاول اشوف كل حاجة بتحصل لي وحشة او مش راضي عنها ان هي خير وراها حكمة كبيرة، بس احنا مش بنكون شايفين الصورة كاملة. يعني انت بتشوفوا مثلا، على رأي حد كان بيقول ان انت مثلا لو مربع مثلا او مستطيل بتشوفيه كده من زاوية واحدة، انت ما رحتش من ورا شفتيه ايه، ما رحتش من الجنب شفتيه ايه.
فسبحان الله انت بتبقي شايفه من زاويه واحده، لكن ربنا سبحان الله الحكيم العليم بيبقى عارف تفاصيل الحاجه فبيديك الحاجه دي. احنا مش شايفين فعلا الصوره كامله. واخر اختبار هو اختبار السلطه والقوه. قصه ذو القرنين، ربنا اداله ملك واسع وقوه كبيره، لكنه كان عبد صالح. كل ما ينجح يقول هذا رحمة من ربي، مش شايف نفسه ولا متكبر. وصل لمشارق الأرض ومغاربها، وكان عادل وقوي، ويعاقب الظالم وينصر المظلوم، لحد ما وصل لقوم بيشتكوا من يأجوج ومأجوج، قوم مفسدين في الأرض. طلبوا منه يبني بينهم بين القوم دول وبين يأجوج ومأجوج سد. عرضوا عليه مال لكنه رفض الفلوس، وقال ساعدوني بقوة، يعني اشتغلوا معايا. وبنى سد ضخم من الحديد والنحاس المنصهر، سد قوي جدا يحمي الناس. وفي الاخر قال هذا رحمة من ربي، ما قالش ده انا اللي عامله. فاذا جاء وعد ربي جعله دكة، يعني حتى السد ده مش دايم، كل حاجة في الدنيا لها نهاية. وسورة الكهف كلها بتقولك لو عندك دين اثبتي، لو عندك مال اشكري، لو عندك علم تواضعي، لو عندك قوة اعدلي، لان كل حاجة امانة وكل حاجة هنتحاسب عليها. ودي مش قصص قديمة وبس، يعني في القرآن ربنا ذكرها، دي مراية لحياتنا. كل واحدة فينا ممكن تبقى في لحظة من اللحظات زي الفتية، أو زي صاحب الجنتين، أو زي سيدنا موسى عليه السلام، أو حتى في موضع قوة زي ذو القرنين. واسأل دايما هنعمل ايه باللي ربنا اداهولنا. هنحاول يا جماعة نتقي الله ونعمل اللي علينا وما نختارش، ونعرف ان كل حاجة بتحصل لنا بإرادة الله عز وجل مش بإرادتنا. يا جماعة أنا حرفيا خدت فترة كبيرة عشان أفهم كده. يعني أنا كنت أكتر واحدة يعني بحس ان انا اللي بعمل كل حاجة، او ان انا لو ما عملتش كذا هيحصل كذا. لا، سبحان الله، هو ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة. فنتقي الله على قدر الامكان يا جماعة، وربنا يهدينا جميعا يا رب. ويا رب اتمنى لو حد بيسمعني فعلا نستفيد مع بعض كده. وما تنسيش برضه تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو. واتمنى الفيديو يكون ده تحفيز ليكي في التنظيف وكمان في حياتنا اليومية، وان احنا نحتسب. ولو عندك ضيق، عندك مشكلة، كلنا فينا مشاكل، مفيش حد خالي يا جماعة من المشاكل ومن التعب. ولو شايفة حد ظاهريا حياته مستقرة، فانت شايفاه ظاهريا بس انت مش عارفة هو جوه البيوت بيحصل ايه. فما نزعلش على حاجة، الدنيا فانية ورايحة يا جماعة والله. ربنا يهدينا جميعا يا رب. واتمنى يكون الفيديو ده فعلا تحفيزي، واداكي معلومة كويسة، او اداكي نصيحة كويسة في التنظيف، او شجعك ان انت تقومي تعملي حاجة. واحنا ان شاء الله نستمر مع بعض نرتب حاجة حاجة في المطبخ. وان شاء الله هيكون بيتنا ان شاء الله دايما نظيف ومرتب، من غير تعب ومن غير نكد، وبكل سهولة يعني ان شاء الله بإذن الله. وده كان شكل المطبخ بقى كده. قوليلي رأيك في الروتين النهاردة، كان حلو ولا ايه؟ وما تنسيش برضو اللايك وتشترك